أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تحليلك كان إيه بعنوان الفانجل انفكشن من معمل الميكروبيولوجي. ما هي العدوى بالفطريات أو يعني إيه مصطلح الفانجل انفكشن؟ هي عبارة عن عدوى بكائنات تسمى الفطريات، والعدوى دي منتشرة عالميا وبتأثر على حوالي بليون شخص سنويا، وبتسبب الوفاة لأكتر من 1.5 مليون شخص في السنة. طب وتطلع ايه الفطريات؟ الفطريات هي كائنات متعددة الخلايا، بتكون أكبر حجما من البكتيريا، وتقدر تشوفها بعينك أو بتشوفها تحت الميكروسكوب. أكتر ناس عرضة للإصابة بالعدوى بالفطريات هم اللي مناعتهم ضعيفة، واللي بياخدوا أدوية تأثر على المناعة وتضعفها، وكمان الأطفال والكبار اللي في وحدات العناية المركزة كمرضى هم أكتر عرضة للإصابة بها، وبالإضافة لمرضى السكري. أشهر أنواع الفطريات المسببة للأمراض للإنسان، أو بمعنى أوضح الكومون باثوجينيك فانجاي. أول نوع وهو البلاستومايسيس جيرميتايتس. تاني نوع وهو الكانديدا البيكنز. تالت نوع وهو الكريبتوكوكس نيوفورمانس. رابع نوع وهو الأسبرجلاس سبيشيز. إزاي يتم تشخيص الإصابة بالفانجل انفكشن عند المرضى؟ في الأول لازم تعرف إن التشخيص الإكلينيكي والمعملي للفانجل انفكشن بيكون صعب، ولكن لو حصل وعرفنا التشخيص الصح والعلاج الصح للفانجل انفكشن يقدر يحمي المريض من الوفاة. وعلى الرغم إن الفانجل كلتشر هي جولد ستاندرد لتشخيص الفانجل انفكشن، إلا إن هي بتاخد وقت طويل علشان تطلع لك نوع الفانجاي، وكمان عندها بور سنسيتيفيتي. فعلى سبيل المثال لو شخص مصاب بكانديدا البيكنز في الدم، وسحبنا منه عينة دم وقررنا نعمل فانجل انفكشن، فهي محتاجة من 36 ل 128 ساعة في التحضير عشان بس تدي جروس على الميديا. وممكن بعد كل ده ما تديش، لأن السنسيتيفيتي هنا بتكون من 30 ل 50%. لو المزرعة طلعت معاك إيجابي بنعمل بعدها فحص مايكروسكوبي عشان يسرع شوية ويأكد لي على إن العينة فيها فنجاي. وتقدر تستخدم صبغات للفحص الميكروسكوبي زي الجرامستين والفلوروسنت دايز وإنديا إنك، ولكن كل ده برضو مش هيديني سنسيتيفيتي عالية. طيب الحل هنا إن احنا نتجه لنوع تاني من التحاليل وهو تحاليل السيريولوجي، وهنا بنكشف عن الأنتيجين أو بنكشف عن الأنتي بودي اللي الجهاز المناعي بيصنعها في دم البيشنت ضد الفنجاي لو البيشنت مصاب بيها. ومن أشهر التحاليل دي 1 ل 3 بيتا دي جلوكان تيست، وتحليل مانن أنتيجين تيست، وتحليل أنتي مانن أنتي بودي تيست. ايه هي العينات المتاحة لعمل الفانجل كلتشر لو انا هستهدف التحليل ده؟ لازم تعرف ان انت بتاخد العينة من المكان اللي فيه العدوى بالفطريات. يعني مثلا لو الشخص ده مصاب بالفانجل انفكشن على الجلد فبناخد جزء من الجلد المصاب. ولو الشخص ده مصاب بالفانجل انفكشن في المجرى البولي بناخد عينة يورين. ولو الشخص ده مصاب بالفانجل انفكشن في الضوفر فبناخد جزء من الضوفر المصاب. اما لو الشخص ده مصاب بالفانجل انفكشن في الدم فبناخد عينة دم وبنحطها في الكالتشر بوتل زي ما بتعمل في البكتيريال كالتشر بالظبط. اما لو كان مصاب بالفانجل انفكشن في الجهاز التنفسي فبناخد عينة سبيوتم. وممكن الفانجل انفكشن تصيب فروة الرأس فبناخد عينة من فروة الرأس أو من الشعرة نفسها. طب ايه الاختلاف بين البكتيريال كلتشر والفانجل كلتشر؟
بالنسبة للفانجل كلتشر أو المزرعة للكشف عن كائنات الفطريات، فأنا هنا بستخدم ميديا أو الوسط الغذائي يكون بيدعم نمو الفنجاي بشكل أكبر من إنه يدعم نمو البكتيريا. وهنا أنواع الميديا الأكثر استخداما بوتيتو ديكستروز أجار، انهبيتوري مولد أجار، سابورود ديكستروز أجار. كمان وقت التحضير هنا بيستمر لحد 4 أسابيع كحد أقصى عشان بس تطلع تقرير وتقول فيه إن المزرعة سلبي أو إيجابي. كمان درجة الحرارة بتاعة التحضير هنا مختلفة. هي عموما الفنجاي بتنمو من درجة حرارة من الزيرو لحد ال30، ده على حسب نوعها. ولكن الوقت المثالي أو درجة الحرارة المثالية للتحضير هي بين 25 ل30 درجة مئوية، اللي هي درجة حرارة غرفة المعمل. أما بالنسبة للبكتيريال كلتشر أو المزرعة للكشف عن كائنات البكتيريا، فهنا بنستخدم أنواع ميديا بتدعم نمو البكتيريا، ومن أشهر الأنواع دي ماكونكي أجار، بلاد أجار، شوكولات أجار. وقت التحضير بيبدأ معاك من 16 ساعة وحد أقصى 5 أيام، وممكن يطول لأسبوعين، ده على حسب نوع العينة اللي انت بتعمل منها البكتيريال كلتشر، وكمان على حسب نوع البكتيريا اللي انت بتستهدفها. درجة حرارة التحضير بتكون من 35 ل37 درجة مئوية، ودي درجة حرارة الجسم. الفانجل جروث اون كلتشر ميديا، أو ازاي تعرف ان الميديا اللي قدامك دي ظهر عليها جروث للفطريات. الصورة اللي قدامك دي بتوضح ان ده فانجل جروث وليس بكتيريال جروث، وده واضح جدا من الاشكال المميزة للكولونيز بتاعة الفنجاي، بتلاقيها مميزة زي ما واضح في الميديا. بالاضافة ان انت ممكن تلاقي كولوني واحدة من الفنجاي نمت وانتشرت على السطح بتاع الميديا كله. بالإضافة إن الكولوني بتاعة الفنجاي بتاخد شكل بودري أو تلاقيها عاملة زي البودر. لو انت مش متابعنا هتلاقينا على الفيسبوك باسم تحليلك كان ايه او يور ميديكال تيست، وعلى انستجرام باسم تحليلك كان ايه او يور ميديكال تيست، وعلى اليوتيوب باسم تحليلك كان ايه او يور ميديكال تيست.